لعله خير. دايما بيحصل لك موقف وحش وانت بتكتشف بعدها ان هو خير ليك، وده ليه؟ لان ربنا عز وجل شايل لك الخير والافضل، لكن انت متبقاش واخد بالك. انا النهارده جايب لك قصه هتفهمك اللي احنا قلناه ده. فصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نسمع القصه مع بعض. قصة النهاردة بتحكي عن ملك عنده ملك كبير، كان عنده وزير متميز ومعروف بإيمانه الشديد، بمعنى إن أي حاجة بتحصل له بيقول ده خير من عند ربنا، سواء كانت حاجة حلوة أو وحشة. دايما بيقول المقولة الشهيرة لعله خير. ففي يوم من الأيام راح الوزير ده مع الملك في رحلة صيد، وأثناء الرحلة دي حصل حادث مع الملك وفقد صباعه. طبعا غضب الملك بسبب الألم اللي هو كان حاسه، فبص للوزير لقاه بيقول بهدوء لعله خير يا سيدي. رد عليه الملك وقال له ايه الخير في ان انا فقدت صباعي؟ انت شايف ان ده خير؟ ساعتها امر بحبس الوزير ده، ان ساعتها حس ان هو بيستهزأ بيه. عدى ايام وقرر الملك ان هو ينزل رحله صيد تاني، ولكن المره دي لوحده. واثناء ما هو ماشي في الغابه لقى نفسه في وسط قبيله بتاكل لحم البشر. ساعتها كانوا بيستعدوا انهم يقدموا قربان للاله بتاعهم، فمسكوا الملك ده وبداوا يجهزوه للاضحيه. فجه الكاهن بتاعهم بدا يفحص الملك ده. ساعتها لاحظ ان الملك فاقد صباعه، فرفض ان يقدم الملك ده قربان، ان هم عندهم اتيكيت معين في الاضحيه. ساعتها امر ان يطلقوا سراح الملك ده. اندهش الملك ساعتها وادرك الحكمه العظيمه اللي قالها الوزير عله خير. اول لما وصل القصر بتاعه قرر ان هو يطلق سراح الوزير ويعتذر له كل اللي هو عمله معاه، وبدا يحكي له القصه بالتفصيل. رد عليه الوزير وقال له طبعا اللي انت عملته معايا ده خير. استعجب الملك لتاني مره وقال له انت شايف ان انا حبستك ده خير ليك؟ رد عليه وقال له طبعا، لانك لو ما حبستنيش كان زماني هبقى معاك، طبعا كانوا هيسيبوك بسبب انك فاقد صباعك، هيمسكوا فيا انا وكان زماني انا هبقى القربان. فتكمله القصه يا صديقي انك ما تفكرش في المصيبه ساعه وقوعها، لان اكيد فيها خير كبير وانت مش واخد بالك، ان اقدار الله كلها حكمه وخير حتى لو انت مش عارفها من البدايه. فبس كده يا صديقي، سلام عليكم.